لبيك اللهم لبيك. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنتكلم سريعا كده على اضطرابات الجهاز الهضمي، واللي طبعا احنا عارفين ان ده عيد اللحمة. في ناس بتتقل في اللحمة، بتاخد كوارع، بتاخد لحمة الراس، الأكلات اللي هي مشهورة عن الشعب المصري أو العادات بتاعتنا في عيد الأضحى المبارك. أول حاجة هنتكلم فيها، أنا دلوقتي كلت أكلة تقيلة، أكلة فيها مواد دهنية عالية، لحمة فيها دهون، يبقى احنا وجالي حموضة وارتجاع في المريء، حسيت بحموضة، بقدر اخد الفوار فواكه. ده من الحاجات اللي موجودة والحاجات اللي بتدي نتائج سريعة وكويسة. دونوبرازول 40. دونوبرازول 40 ده فيه مادتين، مادة اللي هي البروتون بامب انهبيتور، اللي هي مادة الاوميبرازول، ومضاد للحموضة اللي هي صوديوم بايكربونات. وطبعا دي بقدر اخدها بعد الاكل عادي، بتدي نتيجة سريعة على طول. كيس في النص كوباية مية وبدوبه وبتدي سريعة على طول. طيب بالنسبة لو انا قايم تاني يوم العيد وفي حاسس بحموضة، باخد الاوميز 20، ده قرص على الريق. ده المادة اللي فيه اوميبرازول 20 مللي، دي دورها انها بتغلف المعدة، بتمنع ارتجاع الحمض اللي هو مسبب وجع في فم المعدة، وساعات بحس فيها في الحلق. طيب لو انا مريض قولون عصبي، مجرد ما اكلت اكله تقيله، سواء فطرت يوم عيد الاضحى او في الغداء او في العشاء او تاني يوم العيد، وجاي في جاي تقلصات، يبقى انا باخد الكولوفرين ده. الكولوفرين ده لمريض القولون العصبي مدي نتائج هايله. في مادتين، الميبافيرين والدايميثيكون. الميبافيرين ده بيعالج التقلصات والقولون، والسايمسكون داي سايمسكون لعلاج الانتفاخ. داي ميثيكون 40 مللي لعلاج الانتفاخ. يبقى ده المريض القولون العصبي، يبقى انا باخده قبل الغداء بساعه وقبل العشاء بساعه. طيب لو انا حاسس بمغص او وجع في المعده، وباخد الباسكوبان اقراص. الباسكوبان اقراص، الباسكوبان قرص بعد الغداء وبعد العشاء عشان يضيع لي الوجع اللي في المعده. طيب بالنسبه لو انا عايز حاجه سريعه، او انا باكل بره في مول، او انا خارج في اول يوم العيد، تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، بقدر احط الظرف ده معايا. ده لزقه للانتفاخ والقولون العصبي والانتفاخ وقص الهضم ووجع المعده. ده لزقه بقدر احطها في المحفظه بتاعتي، ان انا عارف ان انا عندي بعاني من اضطرابات جهاز هضمي، الجهاز الهضمي عندي حساس، في انتفاخ، في عسر هضم، بقدر اخد سبازيولانس لزقه. دي الماده اللي فيه هي سايمسكون 62.5 مللي جرام، جرعه مظبوطه لعلاج الانتفاخ وعسر الهضم. طيب اخر حاجه بقى هنستخدمها، انا دلوقتي كلت طبعا الاكل اللي فيه دهون عاليه. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه عيد الاضحى. جالي اسهال، يبقى انا بستخدم الاستريبتوكين ده، فيه مضاد معوي واسع المجال. يبقى الاستريبتوكين اولا في مواد قابضه بتوقف الاسهال، باخد قرص 3 مرات لغايه لما الاسهال بيقف هيوقفه. اقدر اخد انتينال، ده برضو مطهر المعده وعلاج الاسهال، ماده كويسه، وباخده كبسوله مرتين. يبقى باخد يا ستريبتوكين مش متوفر في البيت، اخد الانتينال. طيب لو انا اكلت وحصل اضطراب في الجهاز الهضمي وبعاني من امساك، يعني مش عارف اخش الحمام، هستخدم لاكسيول بي. لاكسيول بي ده من المواد الممتازه بتاع شركه ايفا. هاخد قرص صبح وبالليل لغايه لما الامساك يروح بوقفه. تحياتي.